حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. النهاردة هنعمل مع بعض وجبة كده سهلة وبسيطة وسريعة في نفس الوقت. النهاردة هنعمل بانيه ومكرونة وبطاطس محمر. اظن مفيش اسهل من كده. انا معايا هنا كيلو الا ربع بانيه، هتبله بالطريقة دي، ملح وفلفل اسود فقط لا غير. انا ما ضفتش دقيق اكتر من كده. بعد كده قطعت بصلايه صغيره جدا، عايزه تبشريها بالمبشره بشوريها، عايزه تقطعي زي ما انا مقطعاه كده صغير، وفلفل ومعلقه زبادي وعصره ليمونه كامله، وهنزل كمان معايا ببيضايه ومعلقتين دقيق. بس هي دي كل المقادير اللي انا بتبل بيها البانيه. ان شاء الله جربيها وهتعجبك بامر الله. هقلب كل المقادير دي واسيبها بقى تتبل كده مع نفسها وتعيش مع نفسها لحد ما كله يتحيق من بعض. في نفس الوقت هعمل ايه؟ هعمل بقى شويه مكرونه. هبتدي بقى اظبط هنا الصلصه بتاعتي. هنا انا حاطه معلقه سكر عشان خاطر تتكرمل وتدي لي طعم حلو قوي للصلصه. والله وانا بسويها كانت ريحتها خطيره. هنا كان السكر خلاص اتكرمل معايا، نزلت بالزيت اللي انا هعمل بيه المكرونه. بس انا بحب ازود الزيت شويه مع المكرونه، استنى بس يسخن. وهنزل ببصلايه وقرن فلفل متقطعين زي ما هوريكم دلوقتي. زي ما احنا شايفين كده، ما حطيتلهاش توم ولا اي حاجه. دي غريبه النهارده ان انا ما استعملتش التوم. حطيت البصلايه وحطيت قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر، حتى حبه تحطيه رومي. تمام. هنا انا معايا بقسماط. الخلطه اللي هي الفيجيتار اللي هي الكريسبي دي طحناها عند العطار، وجايبه كمان فيجيتار. وحطيت كمان معلقتين دقيق علشان خاطر ما يغمقليش البقسماط، ما يغمقليش البانيه بتاعي. هنا الصلصه بتاعتي كانت خلاص ابتدت تتسبك. هنزل بالملح، فلفل اسود وشويه كمون بس. ابتديت بقى ابدر البفتيك بتاعي بخلطه البقسماط، وسبته كمان في البقسماط لما اجي اعمله علشان ما يعرقش معايا. في زيت، وهبتدي بقى في زيت سخن كده انزل بالبانيه واحده واحده، وما تحاوليش تقلبي غير لما يتشمع معاكي من تحت، وبعدين تروحي قلبيه على الناحيه التانية. وده البانيه معايا اهو، زي ما احنا شايفين طريقته سهله وبسيطه، ما فيهوش اي اضافات كتيره. والبهارات دي بتاعتك والطريقه برضو بتاعتك، بس انا حبيت اوريكم الطريقه بتاعتي. عملنا المكرونه وحمرنا البطاطس، وده كان اليوم كان سهل وبسيط كده مع بعض كده، خفيف خفيف. طبعا دي اكلات الصيف الحلوه، ما بتحتاجش بقى ايه فرده بتقول لكم حطوا لتيتا لايك. ما بتحبش بقى الحاجات الطبيخ والحاجات دي. فالصيف انتوا عارفين بيحبوا الاكلات السهله والسريعه، وكمان الاولاد بيحبوا. دي كانت وجبتنا النهارده، ويا رب تعجبكم وتنول اعجابكم. وما تنسوش الاشتراك في القناه والدعوه الحلوه اللي بتفرح قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.